هلو حبايب، اشانكم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. طبعا شنو راح اروح للمدرسة اليوم، ومنك راح اطلع بجولة زين، وراح اشتري شغلة. احزروا شنو هاي الشغلة اللي اشتريتها، خلوا لايك وحزروا، كتبوا لي بالتعليقات، حلو وتابعوا مالتنا. الفيديو بدل للنهاية. شوفوا ايش قد حلو. شوف والله، خلينا نشوف. الله، ملبوس العافية يا عمري، ملبوس العافية. زين ليش هالشكل؟ وحدة صاعدة وحدة نازلة، البيجامة مالتك التراكسود مالك. اثنينهم صاعدين بس الفيونة هاي نزلت، من كندا اقعد نزلت. شو بالله الصدرية مالتك؟ بالله افتح لنا اياها خلينا نشوف. حلوة عليك حبيبي. هاي تنفتح منها وتنفتح سحاب همينة. حلوة. بس هذيش السنة اخذنا الدكان غلطنا لان خلصت السحاب. اي شو بالله، شو حلو عليك يا محلاك حبيبي. يلا شوفنا بعد شنو هاي مالتك. الاصباغ نسينا نشوفها، والسناكات مالتك هاي شنو؟ اصباغ ملونة. اي استعملها بحصة الفن. بحصة الفن تستعملها. نخليها ويا دفتر الرسم حتى نوديها للمعلمة مالتك، صح؟ اي وصحيح الدياريو هذا اوقات يكتبون بيه، اوقات اللي ناخذ هاي بيها هم يكتبون ايش وقت تبدا حصه الفن. وعندي هذا السناك المفضل. هاي وجبة الفطور مالتك قبل ما تروح المدرسة، صحيح؟ صحيح، اكله ويا الحليب. اي عافية عوافي حبيبي. وبعد شنو حتاخذ وياك؟ من كلش طيبه اخذها وياي المدرسه. ايه من اكل هوايه حاجات بيها سكر، فيجي على بالي ملوحه اخذ من هاي. اي لان هذا بسكت مالح. حبيبي. وهذا شنو؟ اوريو بس النسخه الايطاليه. اي صح، اوريو نسخة ايطالية. اوكي حبيبي. تكسر البسكوت قبل ما نروح للمدرسة مو؟ هيجي سرعتين بعد. هيجي سرعتين. يلا ان شاء الله بعدين همينا راح نسوي فيديوهات مشتركة مو؟ اي على همنا نسوي هيجي بس نصير بالصف الخامس. يعني نفس الشغلات تشتري بالصف الخامس؟ واكثر اهم شيء اكثر. اوكي حبيبي. يلا يا طالب، يا متأخر انت. النساء اولا، صح؟ جراتسي. يلا يلا هيا بينا الى المدرسة. متأخرين ها؟ ليش؟ ما تدري؟ يعني قاعد بيك ما تقعد، صح؟ شطور حبيبي. يلا على السريع، خلينا نركض على السريع. وبعد ما يروحون الجهل للمدارس اكيد نروح نفرفر زين. وشوفوا شلون جبت لكم الخبازة، هاي الخبازة الكهربائية، وهنا الخلاط مال الكيك، بس هذا النسخة الحديثة. هذا الفرن والمايكروويف بآن واحد. اكيد يومنا طويل بعد ما يروحون للمدرسة، الله يحفظهم إلنا الجهال. نكمل طلعات، مسواق، ترتيب بيت، تنظيف، غسل ملابس. أكيد هو هذا واجب الأم اتجاه أبنائها، ونحضر لهم شنو يحتاجون للبيت، حتى من يجون يقولون أكلات طيبة، حلويات، سناكات جاهزة بالبيت، أكل طيب وهكذا. طبعا هاي شنو؟ هاي سعرها 99 يورو. تسوي كل شي. هاي مثل ست البيت بس خاصة للخبز وللمعجنات. أنا اشتريت جهاز حزر. وش اشتريت أني؟ بيها كل شي. هي تعجن وهي تخلط وكل شي كلاشي بيها. طبعا هنا كلش مسوية ضجة، وموجود من عندها كمية كبيرة. دا انتظر اشوف يصير عليها تخفيض وبعدين اخذها، لان 99 كلش غالية. هذا جدر ضغط، وجدر الضغط هنا على الكهرباء. الجدر العادي موجود، بس هذا على الكهرباء يا بنات. شنو يسوي؟ يطبخ اكيد كل الاكلات. جدر الضغط العادي نفس الشي، بس هذا على الكهرباء. وحتى يسوي لبن، ويسوي شنو بالله بعد قريت عليه، يسوي مربى وكل شي يعني فشي رهيب. وسعرها كان اعتقد لو 45 لو 50. هنا هاي الحافظة اللي تشوفوها، هاي حافظة خاصة مال فواكه.
بس ما أعرف ليش أنا ما يعجبني الأشياء البلاستيك تكون حافظة، ما أحبها، أحسها مو صحية، ما أدري هيك يعني أفكاري. أحب دائما لو الألمنيوم يكون الحافظة أو تكون قزيزي، هالشكل أضمن إنه يعني إنه ما يكون داخل بيها البلاستيكة. هاي أيضا همينة مثل الحافظة يحطوها ياخذوها للدوام، بس ما أدري همينة ما حبيتها. شوفي هنا مال الأكل الصينية هاي، ورخيصة كلش كلش رخيصة هاي الأسعار، ما أدري دا أصور ودا تفلت الشغلات من إيدي. فهذا المكان بيه شغلات كلش حلوة زين، ومن أدخل هنا أحس بعدني بغداد، لأنه هاي شغلات موجودة ببغداد موجودة هنا، لذلك أحب هذا المكان. فموجود هذا المكان بكل إيطاليا، وأغلب الدول هم هالشكل بيها نفس الشي. هاي حافظة خاصة مال بطيخ بقى، حتى مسويها على شكل بطيخ ميلوني، البطيخ هنا يسموه ميلوني زين. فشقد حلوة مسوية، يعني خاف تاكلين نص بطيخة، هاي النص الآخر تحتفظين بيه. وهاي حافظة خاصة مال رقي. شوفوا شلون إبداع، عن جد إبداع. أنا ترحين للسوبر ماركت تلقين ربع رقية نص رقية عادي يبيعون، لأن أكو عايشين وبحدهم نفر يعني ياخذ رقية كبيرة شي يسوي بيها. هنا هاي الصوبات هاي اللي عندنا منهن ببغداد، أنا أخذت 2 ولو الكهرباء هنا كلش غالية. وهاي الخبازة أم 11 كيلو، وردت أشتري من عندها بس يا جماعة الخير 99 كلش هواية، 99 يورو. هذا الجهاز اللي اشتريته زين، راح اشرح لكم عليه، وجهاز يجنن كل شي بيش. تتوقعون هذا الجهاز شنو هو؟ كتبوا لي بالتعليقات، اذا عرفتوه كتبوا لي بالتعليقات. هذا المجمع كل شي بيه، تكرمون احذية نسائي واطفال ورجالي، كل شي بكلاشي تلقون بيه زين. فاني ما كنت متوقعة راح اشتري شغلة هنا، بس هالشكل هم طلعت. لو كنت متوقعة كنت راح اجيب لي اقلها عربانة. قلت بس اطب اشوف شكو ماكو اطلع، اني دائما هالشكل اطب اشوف شكو ماكو اطلع بغير شغله زين. للاسف هاي الحاله اني ما اجوز من عندها. وين انا شنو لقيت جنط على شكل حافظه. هاي من اروح للساحه للتشينترو احتاجها، ليش؟ اخلي بيها مثلا العصير البيبسيات، يعني تبقى محافظه على درجه الحراره. وسعرها كان كلش رخيص، وبيها لونين الازرق والرصاصي. شو تقولون ياهو الأحلى، هذا الموديل لو هذا الموديل؟ بيها موديلات 2 وهن نفس السعر، وبيها هم ألوان 2. اختاريت اني اللون الرصاصي، حسيته أحلى، ما أعرف. والأزرق والله هم كان حلو. وخلاص هاي قلت ما راح أشتري شي بعد، كافي يلا خليني أطلع من هنا على السريع، لأن أنا متعلمة كل ما أجي ما أطلع لي إلا بحاجة حاجتين من هنا، وكلها أشياء يعني فعلا تستحق أن واحد يشتري.